الأصدقاء الأعزاء، صديقات العزيزات، مساء الخير، مرحبا. في الآونة الأخيرة كان الإعلام الكردي والإعلام العربي مطبولا بحادثة أو غزوة سجن الحسكة، سجن غويران. ويعني حدثت أزمة أمنية لها أبعاد وخلفيات وتبعات سياسية. الكل أو الأغلب متابعين أصحاب الشأن والمتابعين أدلوا بدلوهم. أصحاب الشأن عندما أتحدث أعني الدواعش ومنابرهم الإعلامية الجلية والعلنية والخفية، أو الإعلام الداعشي الموازي، حراس السجن، قسد وإعلام قسد. وإعلام قسد كمان في له إعلام رسمي وإعلام موازي. طبعا عندما أتحدث عن قسد أعني الإدارة الذاتية وحزب العمال، ومن خلف الإدارة حزب العمال الكردستاني، ومن أمام الإدارة كمان من خلف ومن أمام حزب العمال الكردستاني PKK، وكل هاي التنويعات ذات طابع رسمي، والإعلام الموازي المستفيد من هاي السلطة ومن هذه الإدارة. الكل أدلى بدلوه، وأنا يعني كنت من ضمن اللي بيتفرجوا على المشهد شوي ومتريس يعني شوي متوقع المآلات. ولو كانت هذه التوقعات ضمنية أنه الموضوع سينتهي بانتصار كبير، كما يعني الانتصارات الكبيرة التي يحققها الجميع ينتصر في هذه المعارك. الآن بالنسبة للنظام السوري هو المنتصر، بالنسبة للمعارضة السورية هي المنتصرة. بالنسبة للمعارضة الثورة مستمرة ومنتصرة، وبالنسبة للنظام السوري المقاومة مستمرة والنظام منتصر. إيران تقول إننا انتصرنا في سوريا، روسيا تقول إننا انتصرنا على الأمريكيين في سوريا، الأمريكيين يقولون انتصرنا على الإرهاب، الأتراك يقولون انتصرنا على الأكراد وانتصرنا على الPKK. يعني لكل طرف متورط وضالع في هذه الأزمة، في هذا المستنقع، طرف آخر يوازيه ويموله ويغذيه ويبرر له أسباب الوجود. بمعنى أنه لو انتهى حزب العمال الكردستاني غدا، لن يبقى هنالك مبرر لوجود النظام التركي، الاحتلال التركي في عفرين وفي ريف إدلب وفي سوريا على الأراضي السورية، لأنه الاستراتيجية أو السبب الاستراتيجي أو المبرر الاستراتيجي، الرافعة الاستراتيجية، الأرضية الاستراتيجية لهذا الاحتلال هو وجود حزب العمال الكردستاني. داعش إذا انتهت، داعش والخطر الداعشي إذا انتهى غدا، قسد وحزب العمال الكردستاني سيقول يعني سينتفي مبرر وجوده. لكن حزب العمال الكردستاني شوي يختلف. يعني حزب العمال الكردستاني يمنن، يعني يقول انه لولا حتى لو انتهى داعش انا الذي حميتكم، وانا اللي فهذه الارض صارت من ممتلكاتي. يتعامل مع في وجوده يتعامل نفس التعامل العثماني. حزب العمال الكردستاني هو منشأه تركي، حزب العمال بين قوسين الكردستاني، وحاليا يرفض كردستان ويهاجم كردستان، ووصفه بالكردستاني تعتبر سبة أو تهمة هو بريء منها. يعني حزب العمال التركي، يعني بين قوسين، حتى التركي كمان مشتبه فيها. ف كل يعني حزب العمال الكردستاني إذا انتهى تنظيم داعش الإرهابي غدا سيقول أنه أنا الذي، هذه الأرض أرضي، أنا رويتها بالدم،
وأنا حميتها من داعش وخلص. هذا المنطق الاستيلائي والاحتلالي اللي كان هو منطق العثمانيين. وهنالك مبدأ تركي مشهور: حيثما تطأ قدم الجندي التركي فهي أرض تركية. وأي بشر موجودين على يعني مناطق النفوذ التركي فهم بالضرورة أتراك. هذا منطق بعثي كمان، أنه كل السوريين عرب، وكل كل السوريين بالفطرة أو بالمناهج التربية والتعليم أو بأي شيء هم بعثيون، هم أسديون. طبعا هي كذبة وخرافات تعودنا عليها من النظام السوري. وبالتالي لكل طرف يعني الخصم اللي هو يفترض العدو، لكن هذا العدو ينبغي أن يبقى، أن لا ينتهي، لأنه من مبررات وجود الجهة أو الحزب أو الدولة أو وجود عدو، وجود خصم. من مبررات وجود الأمريكيين في المنطقة وجود أزمة وقلاقل، وهي مسألة تعود إلى فترة الحرب الباردة، الستينات والسبعينات وما إلى ذلك. نفس الموضوع الإيرانيين أيضا عندما تدخلوا بشكل سافر ووقح وقذر في سوريا قالوا حماية المراقد المقدسة. هنا القصص الكل ينتصر، والشعب الكردي والشعب السوري أو الشعوب السورية هي التي تدفع ضرائب هذه الأكاذيب والانتصارات. طبعا لكي لا نبتع هي القاسم المشترك بين الأطراف المتصارعة في هي داعش، التنظيم اللي ظهر علنيا في 2014، لكن بنية العقلية التركيبة الداعشية موجودة عند النظام السوري، موجودة عند النظام التركي، موجودة في كل الأنظمة الشرق أوسطية. وبالتالي داعش لن ينتهي، مستحيل. يعني الداعش لأنه في كثيرين مستفيدين من وجود داعش. يعني الآن انتهاء داعش سيقطع الحماية عن حزب العمال الكردستاني. الحزب العمال الكردستاني حاول أن يزيل نفسه أو يرفع اسمه من لائحة المنظمات الإرهابية في أوروبا وفي أمريكا. حتى الآن النتائج تقول بأنه فشل، بالرغم من أنه يعني هو الآن عبارة عن حراس، يعني شركة أمنية تؤمن حماية المطار، النفط، الغاز اللي بيمول النظام السوري، وكمان شركة حماية بيحمي السجون. سجون مين اللي في هاي السجون؟ سجن داعش. طبعا هلا اللي بيسمع هذا الكلام من المعارضة السورية، جماعة أورينت أو قناة سوريا أو الائتلاف، راح يفرحوا كتير على أساس أنه هن أحسن، هن على أسوأ. يعني المعارضة السورية على يعني ما يعني أحيانا الواحد بيجي ليعمل مفاضلة ما بين النظام السوري والمعارضة السورية ويقيم ما بين الطرفين، ويخشى أن يكون يظلم طرف على حساب طرف آخر. لكن الطرفين أحيانا كفة النظام السوري ترجح لجهة القذارة والقتل والدمار، وأحيانا كفة المعارضة السورية أيضا ترجح لجهة القذارة في مواقع معينة، في أماكن معينة، في أحداث معينة تتغلب قذارة المعارضة على قذارة النظام السوري، وفي أماكن أخرى تتغلب قذارة النظام السوري على قذارة هاي المعارضة. يعني لا يشوفوا حالهم أنه هن أحسن من قسد أو من حزب العمال الكردستاني، هن على أردأ وأسوأ وأسخف وأتفه في هذا الخصوص. للكلام يكون واضح. وأنا لهذا السبب يعني هذا الفيديو خصصته باللغة العربية لكي تكون الأمور واضحة وجلية وبينة للجميع، على أنني لا أرجح كفة جهة على جهة أخرى. يعني بعض الأكراد يستنكرون ويستهجنون
أنه الانتقادات الموجهة لأي طرف كردي أيا يكن ينبغي أن تكون باللغة الكردية، على أساس أنه الأخوة العرب ما بيعرفوا كردي طبعا، أو على أساس أنه الناس تجهل تفاصيل الغسيل الدموي الوسخ الكردي. يعني على أساس أنه الغسيل الدموي الوسخ ينبغي أن يكون فقط منسوب للنظام وللمعارضة السورية. نحن ما عندنا، نحن حاشا لله غسيلنا نظيف وعين الله علينا. طبعا هذا الكلام مش صحيح. إجمالا ما حدث في السجن في تقديري مصلحة مشتركة. يعني وقضية الحديث عن الانتصار هذا يعني غباء لا يمكن أن ينطلي إلا على البسطاء. يعني طبعا النظام السوري كان يمني النفس أنه الموضوع ينتهي كما يريد النظام السوري 100%. النظام التركي أيضا هو بشكل أو بآخر ضالع، يعني بيطلع لك معارض سوري وبيحاول يبرئ ساحة الأتراك، بيقول لا هو استبعد. لا تستبعد، لا تستبعد أي شيء. يعني طالما أنت كمعارض سوري وخبير ومهتم وضليع وبتحلل وبتنظر في هذا، لما بتحط داعش كشركة إرهابية دولية مساهمة، لازم تشوف الأسهم التركية الموجودة فيها كمان. لما تحيل الموضوع في جانبه، وهذا يعني صحيح وارد، لازم تشوف لما بتشوف السهم الكردي في غزوة غويران، لازم تشوف السهم التركي كمان، وهذا والأسهم التركية أعلى وأكثر من السهم الكردي. فإذا هاي المسألة كانت مسألة مشتركة، منفعة مشتركة. وجه الاشتراك في هذا الخصوص، يعني معلوم أنه في 2011 النظام السوري فتح أبواب السجون لكل المتطرفين، لكل الإرهابيين، من ضمنهم يعني كان في العشرات والمئات من عناصر حزب العمال الكردستاني وحزب الاتحاد الديمقراطي. النظام السوري أطلق سراحهم، فرق كل السجون. أي واحد كردي موالي لحزب العمال الكردستاني أطلق سراحه، حتى ولو كان محكوم بالإعدام أطلق سراحه. النظام السوري الإسلاميين والجولاني فيما بعد ظهرت التكوينات الإسلامية المتطرفة المتنوعة، من ضمنهم داعش. أصلا داعش وهذا معروف، يعني الفصائل الإسلامية ونقل المقاتلين من سوريا، تجنيد ونقل من سوريا إلى القتال في العراق، كان يعني وقت ذاك بالتنسيق ما بين النظامين السوري والتركي. طبعا أنا أتحدث عن 2003 لما رفض النظام التركي دخول الجيش الأمريكي من واستخدام قاعدة إنجرليك لقلع النظام العراقي. وقت ذاك كانت العلاقات حميمة وقوية واستراتيجية بين نظام بشار الأسد ونظام أردوغان. وقت ذاك الاثنين كانوا ضليعين، يعني النظام التركي والنظام السوري بشار الأسد وأردوغان، النظامين كانوا ضليعين في رفض دوامة العنف والحرب الأهلية العراقية بالعناصر التكفيرية الإرهابية من تركيا ومن سوريا إلى العراق من 2003 وحتى 2008 إلى 2009، و5 سنوات من المطاحن الدموية التي هرست العراقيين هرسا. وبالتالي أبو مصعب الزرقاوي، أبو بكر البغدادي كان سجين في تركيا في 2007، وهذا موثق، كان متواجد على الأراضي التركية في 2007، وسبق أن كتبت حول هذا الموضوع. بمعنى هاي التنظيمات التكفيرية من الأساس من البداية حتى قبل أن يعني تظهر على شكل الدولة الإسلامية في الشام والعراق، كانت يعني الحاضنة الاستراتيجية مشتركة ما بين النظامين السوري والتركي ضد الأمريكيين في العراق، تطورت فيما بعد. وبالتالي
يعني بناء على الشيء يبتنى مقتضاه. لا يمكن أن ننفي من تحركات داعش على الأراضي. أصلا النظام السوري يسوق لنفسه ووجوده في الأوساط الأوروبية كنظام علماني وتعددي وكذا، ومن هالقصص هي كلياتها بمبرر يا أما أنا أو الإرهاب. الآن حزب العمال الكردستاني يستخدم نفس الاستراتيجية، وأعتقد أنه هنالك شيء خفي مشترك ما بين يعني حزب العمال الكردستاني والنظام السوري. الآن إعلام حزب العمال الكردستاني يتهم النظام التركي ويتهم النظام السوري على بالضلوع في غزوة الحسكة، والأكراد يكررون ويبربرون ويتحدثون حول يعني صوابية هذا الاتهام. طبعا الأكراد يعني يوجهون هذا الاتهام بمعزل عن حزب العمال الكردستاني. يعني ما يعني أكراد حزب العمال الكردستاني يتهمون النظام السوري ويتغاضون أنه في فترة حدوث الأزمة والهجوم جميل بايك في دمشق، وكان في مفاوضات يعني بين النظام السوري وقسد برعاية أو بضغط. طبعا عندما بحكي عن قسد عم بحكي عن قسد حزب العمال الكردستاني، مش يعني الجروب أو المجموعة الصغيرة قسد مظلوم عبدي. مظلوم عبدي كما ذكرت وأؤكد على ذلك يعني صاير هلا مجرد ديكور، لا بيحل ولا بيربط. ما له التأثير في القرار. هو يحظى بحماية أمريكية. إذا الحماية الأمريكية رفعت عن مظلوم عبدي، إذا وكم واحد يعني حواليه، إذا حزب العمال الكردستاني راح ينهش لحم مظلوم عبدي. يعني هاي معلومات يتأكدت لي يعني من مصادر حتى يعني لها علاقة داخلية ضمن حزب الاتحاد الديمقراطي يعني. وسبق أن ذكرت في فيديوهات سابقة حول تفاصيل في هذا الخصوص. إذا هي الشركة الأمنية اللي تحمي سجون داعش وتحمي الأوروبيين والأمريكيين من هالقنبلة الموقوتة وما بعرف شو، يعني لم تحصد نتائج سياسية لا على مستوى النظام السوري، لا على مستوى المعارضة، ولا على يعني لم يتعاملوا معها كشركة أمنية تتقاضى الأموال بس. الأجندة السياسية اللي بيحاول حزب الاتحاد الديمقراطي يطرحها والإدارة الذاتية لم يتم الاعتراف بها وإشراكها في المفاوضات في المباحثات منذ انطلاقة جنيف وحتى اللحظة. هذا على الصعيد الداخلي. على الصعيد الدولي كمان حزب العمال الكردستاني يبدو لي انه حتى هذه اللحظة فشل في انتزاع يعني او اعتراف بانه منظمة غير ارهابية. يعني بمعنى لم يتم حذف اسم حزب العمال الكردستاني من لائحة المنظمات الارهابية الاوروبية والأمريكية. إذا يعني شو جدوى بقاء هذا السجن إذا نحن عم نحميه طالما لم نحقق هذه المكاسب؟ فلنفتح ثغرة في هذا السجن ونحدث إحداث أزمة. صار في غزوة وكذا وتم استهداف السجن والسجن صار تحت السيطرة والسجن تحرر. لا هنالك جيوب مقاومة، لا تحرر تسرب المسلحين إلى حي غويران وتم تمشيط، وهنالك اشتباكات في الزاوية الفلانية وجيب إرهابي يقاوم في الحي الفلاني وهكذا. ممكن بعد نشر هذا الفيديو نزول هذا الفيديو أيضا نسمع أنه والله ما زالت المعارك مستمرة هنا وهناك. طيب أنتم قوة عسكرية،
أنصار الحزب سيتحججون يقولون أنه الجيش العراقي والتسليح الأمريكي لم يصمد أمام تنظيم داعش. لكن أنتم مش جيش عراقي، يعني أنتم على أساس جيش عقائدي أو جلاني، ثوار مدربين موحدين، ما عندكم، ما عندكم المعارضة السورية والفصائل والميليشيات الإرهابية اللي تشتغل تحت يافطة الاحتلاف. أنتم بتشوفوا حالكم أحسن منهم. طيب أنتم بهي الأزمة بشو طلعتوا أحسن من هاي الفصائل، من هاي الميليشيات؟ تم الهجوم وتم الاستهداف وتم الاختراق، ونحن كان عندنا يعني هيك بيقولوا بالإعلام وفي التصريحات أنه كان عندنا علم. طيب أنت كان عندك علم من شهر ومن شهرين ومن 3 ومن 6 شهور. ما هي الاحتياطات التي اتخذتها يعني لكي تحول دون كل هؤلاء الضحايا؟ وهل إذا أنت عندك علم بهذا الخصوص فأنت تدين نفسك كجهة إدارية، سلطة إدارية سياسية عسكرية أمنية. هذا واضح. إذا تنظيم داعش، الحديث عن الانتصار، داعش أيضا يقول بأنه انتصر. إلا في كثيرين بينزعجوا أنصار حزب العمال الكردستاني وبعض الأكراد أنه شنق يقارن ما بين داعش وحزب العمال الكردستاني. ليش ما أقارن بين داعش وحزب العمال الكردستاني؟ تنظيم عسكري، تنظيم عسكري، تنظيم عقائدي، تنظيم عقائدي، تنظيم كردي، تنظيم مناهض للأكراد ويكفر الأكراد. في معركة بين تنظيمين، في صدام بين أي محلل، أي متابع عندما يأتي ويناقش ويحلل ويفكك مشهد صراع بين طرفين، هذا مقارنة. هذا مقارنة، يعني الكل يقارن، الكل حتى الحزب نفسه يقارن. لكن يعني في إعلام الحزب هنالك مواد إعلامية محررة مكتوبة ومواد بصرية بالمئات تقارن ما بين قسد وداعش. لكن عندما يأتي شخص آخر ينتقد قسد وينتقد داعش تثور ثائرة حزب العمال الكردستاني أنه والله يقارننا بداعش. لا تجوز المقارنة، لا تجوز المقارنة، تجوز المقارنة. في صراع على الأرض يدفع ثمنه الأكراد الأبرياء، مش معروف حتى الآن أرقام الضحايا. في تنظيم عسكري بالعالم منظم ومنسق وكسى قوات قسد الديمقراطية، قوات سوريا الديمقراطية، ما بتعرف حتى الآن إحصائية دقيقة لحجم الضحايا القتلى والجرحى. في سجن بالعالم، يقولون أكبر سجن في العالم، في سجن بالعالم لا يقدم أرقام حقيقية ودقيقة لعدد السجناء. ما حتى الآن في تصريحات قسد لا توجد تلك الإحصائيات والأرقام الدقيقة، لا على مستوى عدد السجناء، لا على مستوى عدد الذين قتلوا من سجناء داعش، لا على مستوى الذين فروا ومن هم، من يفترض في قاعدة بيانات للموجودين في هذا السجن، الذين قتلوا والذين تم اعتقالهم والذين هربوا. مش معروف بهذا الخصوص. من هرب، اللي هرب، مش معروف اللي ضرب، مش معروف اللي هرب. هلا معروف اللي ضرب بس مش معروف اللي هرب. هيك نظام، هيك سيستم تبع أهدار خليل ومحمود بدرخان برخدانج محمود رش اللي من كوباني سبق وتحدث عنه في فيديو سابق. يعني هاي القيادة العبقرية، الجنرال النوري محمود ومحمود برخدان، كلهم جنرالات وكلهم منتصرين. قاعدة بيانات حقيقية أصلية يمكن يعني الاعتداد بها والعودة إليها لمعرفة أرقام تفاصيل هذا الحادث مش موجودة. ليش؟
في تنظيم عسكري منظم ومنسق، راح يقولوا ظروف الحرب. مش كلام فاضي. التحجج الآن بتقول له ليش ما نكون مزفتين شارع بيقول ظروف الحرب. ليش مستوى الخدمات صفر؟ ظروف الحرب. طب هاي الأموال التي تتدفق إليكم من السعودية ومن الإمارات ومن الأمريكيين وأموال البترول والغاز وين بتروح؟ شو عم تساووا فيها؟ وين بتروح هاي الأموال؟ هاي الميزانية اللي عم تقول موظفين وإدارة وسلطة وكذا، يعني اللي بيقدم نفسه ويحاول أن يقنع النظام السوري ويقنع العالم بجدوى هاي السلطة وهذه الإدارة خلال 8 سنوات 7 سنوات، على مستوى الخدمات، على مستوى الأمن، على مستوى الأمانة، مناطقنا أفضل من مناطق المعارضة. على شو مناطقك أفضل من مناطق المعارضة؟ لازم تكون بمستوى الخدمات، بمستوى الأمن، بمستوى الأمان، بمستوى فرص العمل. ما يتحججوا ويقولوا ظروف الحرب وما بعرف شو، ظروف السرقة، ظروف النهب، ظروف تسلط حزب العمال الكردستاني على ظروف انه هذا الحزب لا يريد ان ينعش هذه المنطقة، لانه انعاش هذه المنطقة، انعاش واستقرار هذه وان يتنعم المواطن بخير بترول الرميلان وغاز رميلان وخيرات هذه المنطقة. لو المواطن يتنعم بمستوى الخدمات، بمستوى الصحة، بمستوى التعليم. طيب أنا إذا بدي أقيم هاي السلطة كيف بدي أقيمها؟ خدمات صفر، تعليم صفر، شو يعني، إعلام زفت، صحة زفت. شو كيف بدي هاي السلطة كيف ستقنعني، وكيف ستقنع النظام السوري، وكيف ستقنع العالم بحمايته؟ هلا في كردستان طبعا سنلجأ للمقارنة. في كردستان العراق رغم الفساد، رغم السلب والنهب، لكن مستوى العمار وعجلة الاقتصاد والحركة والأزمات وكمية اللاجئين اللي تدفقوا من سوريا، بس 300 ألف بني آدم انتقلوا من كردستان سوريا إلى كردستان العراق. أكثر من مئات الآلاف من العرب ومن الإيزيديين انتقلوا إلى كردستان العراق في وقت كانت كردستان العراق محاصرة والميزانية مقطوعة، لكن كردستان العراق استمرت وبقت، وحركة العمار والتنمية لم تتوقف. هنالك عيوب نعم، هنالك مثالب نعم، هنالك أنتم يعني جماعة حزب العمال الكردستاني يتنعمون ويتمرغون بنعيم كردستان العراق، يتنعمون بخيرات كردستان العراق أيضا، ويلقون بأحجارهم القذرة والوسخة في الآبار والينابيع اللي بيشربوا منها. ناهيكم عن كردستان سوريا. طبعا بدنا نقارن. طبعا يعني هاي إدارة كردية فرضت نفسها ضمن الدستور العراقي يعني بدعم دولي نعم، لكن هذه الإدارة أيضا قدمت شيء يعني على المستوى الظاهري خلال عقدين من الزمن قدمت شيء. أنتم تقريبا هي صار عقد من الزمن. حزب العمال الكردستاني فشل في إدارة العملية السياسية في تركيا على مستوى البرلمان. نعم هنالك قمع تركي، نعم هنالك عسف واضطهاد، كل هذا الكلام صحيح، لكن حزب العمال الكردستاني أيضا هو المسؤول عن فشل العملية السياسية، سواء على مستوى البلديات، على مستوى الحضور البرلماني، بيجيب أصوات. نعم له شعبية، هذا شعبية التورط بالدم. الناس أولادا قتلوا في هذا الحزب، فعاطفيا بيجي ساروكابو شهيد نامر ومنخرطين بهاي العملية. هذا التورط العاطفي اللي أنا بعرف من عائلة فاطمة مش مقتنعين بهذا الحزب، لكن متورطين لأنه عندهم شهداء في هذا الحزب. بعرف كثير عوائل وطنية، عائلة حج منصور متورطين لأنه عندهم شهداء. بعرف كثير من الناس
قلو، عائلة قلو، أعرف أشخاص يعني تركوا الحزب، مش مقتنعين بهذا الحزب وبيعرفوا حقيقة هذا الحزب، لكن متورطين عاطفيا لأنه عندهم شهداء. هل التورط العقائدي بالدم مع هاي الأيديولوجيا مش عن قناعة، مش قضية قناعة، هو اللي بيخلي هذا الحزب أما خيارين: إما أن يدلي بصوته حزب العدالة والتنمية والأحزاب الأخرى، أو لحزب الشعوب الديمقراطي اللي هو يعني يتحكم به حزب العمال الكردستاني، يعني من بابه لمحرابه. إذا ما جرى في الحسكة كان منفعة، ولكل الأطراف حسابات. يعني يتحدثون، إعلام حزب العمال الكردستاني يتحدث عن التورط التركي والتورط السوري والتورط، ما بيخلي حدا، ما بيخلي جهة وإلا هي جهة متورطة، ما بيخلي أي جهة ولا ينفي عنها الضلوع. وطبعا ينتقد الأطراف الدولية أنه أنتم لم تجدوا مخرجا. يا ريت الأطراف الدولية تجد مخرجا لهؤلاء السجناء وتفكك هذه السجون وتوزعهم، كل واحد بيروحوا على بلده. والبلدان، بلدان هؤلاء السجناء، يعني قديش؟ 5000 10,000 سجين، 20,000. هالبلدان الأوروبية والأمريكية ما فيها توزع، تأخذ مواطنيها وتحطهم في السجون بالسجن المؤبد إلى أن يموتوا. ما فيهم يساووا هذا الشيء. إذا فككوا هذه السجون، إذا فككوا هذا التنظيم الإرهابي، حزب العمال الكردستاني بماذا سيتحجج؟ بماذا سيبرر وجوده وتسلطه وقمعه ويعلن انتصاره؟ على مين بده ينتصر؟ يعني إذا بترجعوا لأدبيات حزب العمال الكردستاني من فترة لحظة إعلانه الكفاح المسلح بال84 وحتى هذه اللحظة، الانتصارات اللي حققها هذا الحزب على الأتراك، لازم يعني الإمبراطورية العثمانية تنهار. قد ما بيحكي عن الانتصارات وقد ما بيحكي عن استنزاف الجيش التركي والنصر في هذا عام النصر، كله موثق موجود في إعلام حزب العمال الكردستاني في جريدته المركزية سرقبون باللغة التركية. تصدر حديث لا ينتهي عن الانتصارات، وطواحين تجعجع، يعني جيش من الطواحين تجعجع وتتحدث عن النصر، وما شفنا شيء على الأرض. ما في شيء، ما في شيء. حزب العمال الكردستاني ينتصر على الأتراك في عفرين وراحت عفرين. حزب العمال الكردستاني ينتصر على الأتراك في كوباني، وكوباني دخلت التاريخ بس خرجت من الجغرافيا. يعني في حزب العمال الكردستاني ينتصر على الأتراك في زاب وفي قنديل وفي حفتاني. يفترض بهذا الحزب أن ينتصر على الأتراك داخل الحدود التركية، مش خارج الحدود التركية، وهكذا يعني. لكن تعال وأقنع يعني الإعلام الحزبي المؤدلج والإعلام الموازي المستفيد من هذا الحزب بهذه المسائل. تعال أقنع الائتلاف والموجودين في الائتلاف أنه هن عبارة عن مرتزقة وعملاء بيشتغلوا عند التركي. تعال اقنعهم. تعال اقنع الموالين للنظام السوري بأنه هن عبارة عن يعني مرتزقة ويعني نظام تافه فاشل قاتل دموي ما له علاقة بجنس الوطنية. أقنع الموالين للنظام السوري بهذه الحقيقة القاطعة الدامغة الثابتة. ما في واحد يقنع يعني أنصار حزب العمال الكردستاني بأكذوبة وخرافة الانتصار. أنه انتصار
لماذا؟ يعني هذا السجن كان تحت حمايتك وحراسة مشددة، وتم اختراقه وراح الضحايا بالعشرة. طبعا الحزب لا يعلن عن الضحايا. ومش بس هيك، يعني يصار إلى إصدار بيانات على أنه تم فصل بعض عناصر قسد لأنه تعاملوا بشكل سيء مع السجناء. يعني شيء كتير منيح، إنساني. نعم، يعني يكون واحد إنساني في تعامل مع عدوه. أنت يكون إنساني في تعاملك معي. يعني حزب العمال الكردستاني يبطل يخون المنتقدين، يبطل يبعث كلابه ويستهدف أعراض وكرامة الناس. يعني لو أنشر الشتائم التي تطاولني وتأتيني والتهديدات التي تأتيني من أنصار هذا الحزب، لكان يعني ينبغي أن أفتح دعاوى على هذا الحزب في ألمانيا وفي سويسرا وفي بلجيكا وفي فرنسا وفي السويد، وما يبقى بلد أوروبي وإلا يكون عندي جيش من المحامين وأفتح دعاوى على هؤلاء اللي هن أنصار ومؤيدين ومقربين من قيادات نافذة لحزب العمال الكردستاني. يعني أن نتفرغ لهالموضوع. وهي الفيديوهات توثق. يعني أنا يعني هذا ما بحكي من فوق الأساطير يعني، وما بفتري يعني. إجمالا هذه العملية يعني انتصار، سواء إذا كان انتصار المزاعم، الانتصارات اللي تتحفنا بها المعارضة السورية وإعلامها ومرتزقتها باطلة وتافهة، فالانتصارات اللي يتحفنا بها حزب العمال الكردستاني والإدارة الذاتية وحزب الاتحاد الديمقراطي كمان تافهة وباطلة، بدليل ما هو موجود، بدليل ألولو. يعني على الأرض ما في شيء أسمع جعجعة ولا أرى طحنا. يعني وين طحن الانتصارات هذا على المستوى الوطني، على المستوى الداخلي، على المستوى ما في شيء. لهذا السبب حزب العمال الكردستاني والأنصار هذا الحزب ينظرون إلى منطقة روجافا أو إلى كردستان سوريا أو المناطق الكردية السورية أو الشمال السوري على أنه غنيمة، لأنه هذه الغنيمة لن تبقى إلى أبد الآبدين في أيديهم. لهيك عم ينهبوا، ما بيطلعوا بعين الوطن وبعين الانتماء لهالأرض وحماية هذه الأرض. لا، بيقولوا يعني إذا كان الموضوع مفتعل، طيب هل من المعقول أن نضحي بمقاتلين لكي نعمل يعني فيلم أو كذا أو نفبرك قصة؟ نعم، حزب العمال الكردستاني بلسان أوجلان يا أنصار الحزب، بلسان أوجلان يقول في 2008 في تموز 2008 يقول إنه حزب العمال الكردستاني عدد القتلى، عدد التصفيات الداخلية داخل الحزب 14 إلى 15 ألف، يعني 3 مرات قد حلبشة. من قتل هؤلاء؟ الحزب. من كانوا هؤلاء؟ عناصر وقيادات الحزب. حتى 2008 حزب قتل دوزدار حمو، حزب قتل جوان إبراهيم، قام بتصفيتهم. حزب قتل كثيرين من القيادات. يا ريت حجارة وادي البقاع أو معسكر البقاع اللبناني كان لها لسان وتحكي لحتى تسرد التصفيات اللي جرت في لبنان في فترة الثمانينات وحتى مطلع التسعينات. لو كان للأنهار وأشجار قنديل وزاب وحفتانين وخنيرة ولولان وآفاشين وكل هالمناطق اللي تحت وغاري، كل هالمناطق اللي
تحت سيطرة حزب العمال الكردستاني في كردستان العراق، لو كانت لها ألسنة لقالت كيف قتل حزب العمال الكردستاني عناصره وقيادته بمنتهى البشاعة. بيجي بيطلع لي الواحد، المعقول أنه نحن يعني يكون تصل بنا يعني البشاعة إلى هذه الدرجة أن نضحي ب100 مقاتل من قسد في سجن غويران لكي يعني نحقق بعض المكاسب الأمنية والسياسية هنا وهناك في أماكن أخرى؟ المعقل يعقل؟ يتساءل مراقب. نعم يعقل، ويعقل جدا، ويعقل جدا جزيلا وكثيرا. يعقل. بدك تعمل لي حالك مش مطلع على تاريخ حزب العمال الكردستاني، هذا التاريخ اللي تهتز له عروش السماء من عمل. هذا كلام أوجلان، مش كلامي. حتى 2008 14,000 بني آدم وطني ومقاتل وقيادي داخل حزب العمال الكردستاني تم تصفيتهم، ومن 2008 لغاية الآن يعلم الله يعني قديش الرقم، كم هي حصيلة التصفيات الداخلية داخل حزب العمال الكردستاني. إذا واحد مثل جميل بايك أمر بقتل الجرحى، جرحى الحزب، داعش سواها. النصر جولاني عم تسمعني؟ أنت قتلت جرح الحزب تبعك، الفصائل التكفيرية الجهادية الإرهابية في تركيا، بتروح بتقاتل في ليبيا، في ناغورنو كاراباخ، في سنغافورة، في موزمبيق لخدمة المصلحة التركية. هل قتلوا يعني أو واحد منهم؟ أبو عمشة أمر بقتل الجرحى، عشرات الجرحى من مقاتلي تنظيمه. يعني هذا سؤال يمكن أن يعني من حق هذا السؤال أن يطرح. هذا السؤال عندما أطرحه لا أرجح كفة الجولاني والبغدادي والأردوغاني والائتلافي على كفة الآبوتشي والقسدي والآلداري والما بعرف مين. لا، مش قضية ترجيح، هذا مش ترجيح، هي مقارنة، والمقارنة تجوز، والمقارنة دائما جائزة يعني في هذا الخصوص. ليش؟ تنظيمات عسكرية، تنظيمات عقائدية، كل تنظيم له أهدافه، كل تنظيم له تبعيته، كل تنظيم مرتبط بجهات، كل تنظيم ممول من جهات. فطبيعي أنه واحد يجي يقارن ما بين هذه التنظيمات، طبعا وارد. إذن عدد الضحايا لو وصل لل200 لو 300 ضحية، الضحايا راحوا من كيس عوائلهم، شهداء إن شاء الله عند ربهم يرزقون، يعني كما هو معروف في العرف الإسلامي يعني. لكن هؤلاء الشهداء هل يمكن يعني يتحمل حزب العمال الكردستاني مسؤولية فقدانهم حياتهم؟ طبعا يتحمل، على أكثر من مستوى يتحمل. يعني ما في تنظيم في العالم لا يتحمل المسؤولية الأخلاقية والأمنية والعسكرية والسياسية والقانونية لفقدان عناصره حياتهم أبدا. فلما بيحكوا عن الأطراف الضالعة في هذه الأزمة أو في ما جرى في سجن غويران، يجنبون أنفسهم، يجنبون حزب العمال الكردستاني يعني الضلوع في هذا الموضوع. طبعا تركيا قولا واحدا بالنسبة لي أمر لا يستحق النقاش. يعني تركيا بشكل أو بآخر متورطة في النظام السوري، متورط. طالما داعش شركة إقليمية دولية لتصدير الإرهاب والتكفير والقتل والتدمير، فأي عملية تكون داعش وراءها هنالك ضلوع إقليمي ودولي ومستفيدين من هذا الموضوع على المستوى المحلي
على المستوى الإقليمي وعلى المستوى الدولي. إذا أنتم لاحظتوا يعني أكثر القنوات الإعلامية حضورا في مكان الحدث كانوا 3 قنوات، يعني الإعلام العربية وهي سعودية، وسكاي نيوز عربية وهي إماراتية، والغد هي كمان إماراتية بتمويل إماراتي لكن فلسطيني. هذا موضوع آخر، يعني اللي يملكها محمد دحلان مستشار ولي العهد الإماراتي، يعني نسخة من عزمي بشارة في الإمارات. عزمي بشارة مستشار الأمير القطري، محمد دحلان مستشار ولي العهد الإماراتي. وهي القنوات ال3 كانت موجودة، والجهات ال3 السعودية أو الجهتين بتدعم قسد، مش حبا في الأكراد. هنالك مصالح، قرآن في تركيا، في الإسلاميين، في الأخوان. نعم أنا كمان إذا بصح لي بدعم، يعني بشوف شركة أمنية، يعني الإماراتيين مش على خطأ، السعوديين مش على خطأ، بيشوفوا شركة أمنية اسمها حزب العمال الكردستاني بتعرض خدمات أمنية لحماية المصالح أو للضغط على الأتراك وعلى التنظيمات التكفيرية. والحمد لله الإمارات تعيش في أمان والسعودية في أمان، بفضل شو؟ بفضل الصراع الموجود، بفضل الضبط هيك تنظيمات تكفيرية من قبل حزب العمال الكردستاني. طبعا راح تدفع فلوس. وترامب لما حكى عن موضوع الفلوس، بياخذ فلوس من هون وبيدفع فلوس من هون، فكان يعني ما يقول. إذن المقاتل اللي بياخذ فلوس وبيروح على ليبيا واللي بيروح على أذربيجان، مع الأسف الشديد حزب العمال الكردستاني أطاح بكل القيم الثورية، بكل القيم النضالية، بكل القيم وحسنا فعل حزب العمال الكردستاني إذا فصل مفهوم الجيريلا عن مفهوم البيشمركة. يعني هو على أساس عمل شغلة منيحة، عمل شغلة خاصة. هلا مفهوم الجيريلا ومقاتل الجيريلا هو مقاتل تحت الطلب، يعني مفهوم الفدائي الثوري صاحب القضية العادلة الآن صار يحمي سجن داعش. ووصلتني بعض الفيديوهات لعمليات تعذيب، انتوا بتعذبوا الناس، يعني أكراد يعذبون أكرادا، بتعذبوا الناس. ليش بتحطوا العلم تبعكم؟ على الأقل شيلوا العلم، علم حزب العمال الكردستاني من السجون والمعتقلات، شيلوا هذا العلم، يعني مشان واحد يجي يقول والله أنه مفبرك أو كذا من القصص. وصلتني فيديوهات لما أعرضها يعني بصراحة، ولا أنا أعرضها. فيديو بشع، عملية تعذيب بشعة، كردي يعذب كرديين على أساس أنه هربا من التجنيد، تحطه بالسجن. يعني يعني العقوبات المعتمدة في الجيوش اللي بتحترم العقائد والمبادئ تبعيتها، مش يعني تخضعون لتعذيب دموي رهيب، الدم بيشر منهم. يعني هذا الفيديو يعني بعتقد موجود على السوشيال ميديا، اللي بيحب يعود إلي فليعود إلي. ووصلني فيديوهات أخرى ما بنشر هيك شغلات. يعني إجمالا خرافة وأكذوبة ووهم الانتصار في غزوة غويران ما تداوله إعلام داعش يوازيه ويعاكسه في الاتجاه خرافة وأكذوبة ووهم الانتصار قسد والPKK ما تم تداوله في إعلام هذه الجهة. كل هذه الأطراف مستفيدة من عملية الصراع مع الأسف الشديد، واللي كان وما زال
وللأسف يعني سيبقى يدفع فواتير هذه التنظيمات العقائدية المتطرفة العنيفة اللي بتخدع الناس، واللي في حواليها قطعان. يعني هنالك ما زال قطيع مؤمن بصدام حسين، ومؤمن ببن لادن، ومؤمن أدولف هتلر. هنالك أيضا قطيع مؤمن بعبد الله أوجلان، ومؤمن بجميل بايك، ومؤمن بآلدار خليل، ومؤمن هل هؤلاء تجوز المقارنة؟ نعم تجوز المقارنة. يزعل ما يزعل عمرين. على العكس تماما، يعني زعيم حزب يجي بيقول ولمن لكاظم أوز اللي كان قاضي تحقيق في ملف أرجنكون، تعال سأخبرك. هذا كلام أوجلان منشور وذكرته 100 مرة بعدد القتلى التصفيات الداخلية داخل حزب العمال الكردستاني حتى 2008. من 1978 ولغاية 2008 بلسان أوجلان 14,000 إلى 15,000 قتيل، ضحية، شهيد. ومن 2008 ولغاية الآن يعني مش معروف عدد الضحايا، ولن يتم الكشف عن الأعداد الحقيقية للتصفيات الداخلية التي جرت داخل حزب العمال، والتي ما زالت مستمرة حتى هذه اللحظة داخل حزب العمال الكردستاني. مع الأسف الشديد هنالك الكثيرين من المغررين والمضللين والمخدوعين حتى هذه اللحظة بهذا الحزب. وما استغرب أنه بعض اللي تركوا هذا الحزب هربوا من هذا الحزب، ولديهم ملفات سوداء في ضمن هذا الحزب، عادوا وصاروا يهللوا ويزغردوا ويدرغلوا ويشوبشوا لحزب العمال ويبرروا. ونسق آخر من المثقفين الرديئين، يعني منهم من خرج من خنادق حزب الوحدة بزعامة الراحل إسماعيل عمر، ومنهم من خرج من خنادق التقدم والآن، ومنهم من آخرين من خنادق أخرى من الأحزاب الأخرى الآن هم أيضا يعني يرقصون براس الدبشة ويهللون وقسد وانتصارات وخرافات وأكاذيب وأباطيل وأضاليل. ويعني هم أيضا ضالعون ومتورطون في هذه اللعبة القذرة التي يدفع ضريبتها الشعب الكردي في سوريا وفي أماكن أخرى. حتى موضوع آخر، ألقاكم على خير.